بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في سلسلة شروحات ويندوز 10 وكل جديد وحديث. بس حابب في البداية إن شاء الله تدعمونا بلايك وكومنت وشير للفيديو لو عجبكم طبعا. النهاردة معانا إيه؟ النهاردة معانا برنامج بيقوم بأكتر من وظيفة، وهو برنامج فينتوي. البرنامج غني عن التعريف. الجديد في البرنامج بقى ايه؟ انه بيقوم بمجموعة وظائف، كان كل وظيفة منها بيقوم بها برنامج منفصل. كنا بننسخ الايزو زمان على برنامج الروفوس، فكان بينسخ لنا نظام واحد او بيقوم بوظيفة واحدة. اما البرنامج ده فبينسخ الايزو على الفلاشة بالنظامين، اللي هو اليو اي اف اي اللي هو نظام الجي بي تي، ونظام الام بي ار او النظام اللي هو الليجاسي. كمان بيقوم باصلاح اعطاب الفلاشه لو كان فيها مشكله سوفت وير، يعني ما بتقبلش تفتح، ما بتقبلش تتفرم، فهو كمان بيقوم بتظبيط الفلاشه او ارجاعها لوضع المصنع وترجع تشتغل من تاني. في الفيديو بتاع النهارده هنتعرض لحاجه واحده، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنكمل باقي شروحات عن برنامج فينتوي. البرنامج هنشرح مع حضراتكم ازاي تحمله وازاي نقدر نعمل بيه اعادة ضبط مصنع للفلاشة زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. البرنامج هنكتب فيه البحث فينتوي وهندوس انتر. هتظهر معانا صفحة بالشكل ده يا حضرات، هنختار من خلالها طبعا ده الموقع الرسمي بتاعه. هندوس على داونلود. اعطينا هنا مجموعة خيارات، هل انا شغال على ويندوز ولا لينكس، ولا هنختار نظام التشغيل المناسب معانا. انا هحمله هنا الويندوز. هتفتح معايا نافذة بالشكل ده يا حضرات، هنختار منها لنظام ويندوز بنظام المضغوط اللي هو زيب. هندوس عليها كده. هو ليه انت حملته قبل كده هتحمله تاني، هنقول له عشان انا بشرح لحضراتكم بس خطوات تحميله. هنختار المكان، هنختار على سطح المكتب، هنقول له بدء التحميل. مساحة البرنامج حوالي 15 ميجا. هذا البرنامج اتحمل اهو يا حضرات. تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. هذا البرنامج اهو نزل مضغوط يا حضرات. هنفك الضغط عنه. وده الملف اللي خرج بقى معايا بالشكل ده يا حضرات. هندوس على ايقونة البرنامج، بيظهر معايا النافذة دي يا حضرات. لو عندك اي فلاشة، طبعا احنا هنشرح دلوقتي ازاي نصلح الفلاشة لو ما بتقبلش تفرمت او ما بتفتحش اصلا. انا عندي فلاشة هوصلها، هي شغالة لكن هنشرح عليها بس. هوصلها بالكمبيوتر. ادي الفلاشة ظهرت معانا اهي يا حضرات. هنقول له انستول. هو هنا بيديني رسالة ان هو كل الملفات اللي عليها هتتحذف. انا هشيلها عشان بشرح مع حضراتكم، مفيش عليها حاجة مهمة. وهنقول له يس، وهنستنى عليه لغاية ما يخلص. انا هوقف التصوير لغاية ما يخلص وارجع لحضراتكم. هو هنا خلص اهوت ان هو بيرجع وضع الفلاشة لوضع ضبط المصنع، وبيديني رسالة بيقول لي لو عليها اي حاجة محتاجة تتفرم، فانا هقول له اوكي او موافق. لو رجعنا للفلاشة دلوقتي هنلاقيها بقت بحجمها الطبيعي، ظهرت معانا وبالشكل الطبيعي اهيت. لو جينا نعمل فورمات هتقبل معانا عادي اهيت، مفيش اي مشاكل خالص، وبقت خفيفة وسريعة بالشكل ده يا حضرات. نكون عرفنا ازاي نقدر نرجع الفلاشة لوضع ضبط المصنع لو كانت ما بتقبلش تفتح او ما بتقبلش تتفرمت. وان شاء الله في فيديوهات تانية ازاي نقرأ على الفلاشة اكتر من نظام او اكتر من صيغة، سواء ام بي ار او جي بي تي للويندوز على البرنامج ده. البرنامج ده جميل جدا رغم انه برنامج صغير، لكن فيه مميزات كتير ان شاء الله يعجبكم.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو أول مرة تشوف القناة اشترك معانا، شرف لينا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.